أحلى وأطعم وصفة من وصفات لحمة عيد الأضحى المبارك هي وصفة لحمة البطن. لو أول مرة تشوفوني، أنا الدكتورة سهى. أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا قطعة كبيرة من اللحمة الضاني، وعندنا فصوص من القرنفل الصحيحة أو كبش المسمار، وعندنا بودرة القرنفل أو قرنفل مطحون. هنبدأ ناخد كل قطعة من اللحمة ننغصها بالسكينة، ونحط في كل فتحة فتحناها فص من القرنفل لحد ما نملى كل قطعة اللحمة بالقرنفل. هنبدأ نرش على كل قطعة من اللحمة قرنفل مطحون وندعكها كويس جدا، ونكمل بقية المقدار بان احنا نغرس القرنفل الصحيح في اللحمة ونرش عليها قرنفل مطحون. ولما ننتهي تماما المقدار هنغطيها وندخلها التلاجة تبات ليلة كاملة. تاني يوم هنحط معلقتين كبار من السمنة في الحلة، وننزل عليهم بقطع لحمة البطن المتبلة حلو قوي في القرنفل، وهنبدأ نشوحها في السمنة بتاعتنا تشويحة كويسة قوي لحد ما نوصل للون الجميل ده. هنصفي السمنة منها تماما. كانوا زمان الجدات والأمهات ما بيصفوش السمنة وبيكملوا الوصفة والسمنة موجودة، فكانت بتبقى دسمة وتقيلة جدا. هننزل عليها بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم، وهننزل عليها بطماطم مضروبة وتكون كتيرة لأن لازم الصلصة بتاعتها تبقى متسبكة جامد. وهنقلبهم كويس قوي مع بعض، وهنضيف عليهم ملح وفلفل، ولو احتاجت شوية مية ممكن نضيف لها. وهنغطي على اللحمة بتاعتنا، ولما تغلي هنهدي عليها النار لحد ما تستوي تماما وتبقى بالمنظر الجميل ده. وبيتقدم معاها الرز الأبيض اللي احنا بناخد السمنة اللي احنا شوحنا فيها اللحمة اللي طعمها قرنفل نحطها على الرز. ودي كانت لحمة البطن اللي كتير قوي قوي ما يعرفوهاش، لكن كانت مشهورة جدا. الجدات والأمهات بيعملوها في عيد الأضحى المبارك، والحقيقة طعمها متميز جدا. وتتبيلة اللحمة بالقرنفل بيخلي طعم اللحمة في حتة تانية خالص. أتمنى لو وصفة النهاردة عجبتكم إنكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأن أنا متأكدة إن انتوا لو عملتوها عمركم هتبطلوا تعملوها، لأنها وصفة في حتة تانية خالص وليها طعم جميل. وكل عام وإنتم بخير وبالهنا.